السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. منورين مطبخ نونو. النهارده هنعمل أكلة من ألذ الأكلات اللي هنعملها سوا مع بعض، وصفة اقتصادية وبسيطة وسريعة. تعالوا نشوف المكونات مع بعض. بصل وطماطم وفلفل وليمونة، معلقتين معجون طماطم ودبس رمان، 3 فصوص توم، التوابل ملح وفلفل اسود وكزبرة وشطة وروزميري وورق لورا ودبس رمان، خل وزيت وملح، 7 بهارات. هنحط المكونات كلها في قلب الكبة. نحط البصل والقوطة والفلفل والثوم والزيت والخل والليمون، ونحط التوابل، وبعد كده هنضربهم في الكبة. طبعا اول ما نجيب الفراخ هنقوم غسلنا غسلة حلوة، وهقوم حطاها في محلول النقع. محلول النقع عبارة عن ليمون وجنزبيل وملح وسكر، وده شكل الخلط ضربناها في الكبة. هنمسك الفراخ افتحها كده فتحات بسيطة، واقوم متبلاها بالتتبيلة اللي انا عملتها قدامكم دلوقتي، وهتبلها من جوه ومن بره، وبعد كده هقوم مدخلاها الفرن. معانا المكونات بتاعه الرز بكبد وقوانص. الرز جزر وفلفل وكبد وقوانص وزبده، توم وبصل ورز وفلفل اسود وملح ومرق الدجاج، 7 بهارات وعود قرفه. وهجيب الحله واحط فيها الزبده، وبعد ما انزل بالزبده هقوم نازله بالبصل، صين الثوم، وهشوحهم لحد ما يصفروا. وبعد كده هقوم منزله وهقوم نازله بالجزر والفلفل، هشوحهم لحد ما يتبلوا خالص. بعد كده هنزل اول ما اشوح الرز فيهم ويسخن خالص، هقوم نازله بالتوابل اللي هي الفلفل الاسود والسبع بهارات لمرقه الدجاج، وانزل بالملح. وبعد كده هجيب طاسه احط فيها معلقه واقوم مشوحها. هقوم حاطه في القوانص فلفل اسود واشوحها، وبعد كده هنزل عليها بالرز لحد ما اتشوحت. وبعد كده هنزل عليها بالميه ومعيار الرز 3 كوبايات رز على 3 كوبايات ميه. وهنا هنعمل السلطه، نص معلقه كمون على نص معلقه شطه ومعلقتين خل وملح وربع معلقه ملح. هقطع بقى الفلفل وبعد كده الخضره، الخيار، الجزر، طماطم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. كده بعد ما خلصنا السلطه ده الشكل بتاعها، وكده بعد ما خلصنا وصفتنا بتاعت النهارده وده الشكل النهائي لاكلتنا بتاعتنا. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. استنوني الفيديو الجاي بوصفه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.